فيها كام مليون جنيه. انا قلت ابدل الادوار واخد انا الشنطه من ضحى النهارده. عندك شوق في حاجه؟ حد لشوق لحاجه؟ ايه؟ تقولي لا. طب اشمعنى واثقه فيا تديني انا الشنطه؟ انت بعتهاني؟ يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي. هتوديني العتبه؟ هنروح. حاضر انا هخرج معاك. ابعتي جليله معانا. اشمعنى جليله يعني؟ يا جليله انت واكله قلوب العذراء كلهم ليه يا جليله؟ اشمعنى جليله؟ جليله طيبه. احنا هناخد صوره مميزه. تيجي انا وانت نروح في الركن البعيد الهادي لوحدنا في النادي؟ يلا بينا. يلا يلا. يا خرب بيت الرخامه دي كامله صغيره. شايف الرخامه على الصف؟ الصورة لها أسعار تمام. يعني الصورة دي 50 جنيه 50 مليون دولار. الوزير يبقى فاكر 50 جنيه 50 مليون دولار. الصورة لما يبقى فيها وزير فيه 100 جنيه 100 مليون دولار. عاجبك كده اللي انا فيه؟ تسمعي عن الصور الفوتوغرافية الصور التذكارية. يلا نتصور مع بعض يا جميلة. اوكي. احنا ما تصورناش انا وانت. طب بصي مش عارفة اتصور يا جماعة. يعني احنا مش بعد خلاص مش عايزة اتصور معاكي تعالي. مش لازم انا على خلاص اصبري اما اتصور مع جليلة واتصور معاكي. صور الموزة دي. خلاص يلا نتصور. ما قلت لك صور من غير الوزير مالهاش مقام يا كسوف. يا بريتي هناك جنب نصر. خدي يا زينة حطي بفايه. انا نازله لكم اهو. ان شاء الله. اجي معاكم. هنمشي بالترتيب من اول جليل. خليها كده على الطريق. يلا يا جليل. قمر يا جليل. عشان يبقى ريحتها جميله. تعالي ايدك يا جليل. حطي كريم. لا انا عايزه يا سلام. انا عايزه بتعملوا على البتاع ده اهو وفينا اهو. يا شيخ. قمر يلا حطي كريم على ايدك. خدي يا ماما فاطمه. بتاع الشعر دوت. خدي حطي كريم. خدي يا منمو. حطي على ايدك. تعاكي بايديكي. لسه ما حطيتلكيش اصلا يا نعم. لسه هحطلك. هاتي ايدك افتحي ايدك يا نعم. سيدة القصر ضحى. هاتي ايدك. ده لوشن. للوش؟ لا حطي على ايدك. على ايديا؟ على ايدك. خدي حطي لوشن يا ماما. ماما خدي. ايه مش انا مين فستان؟ يلا. انا دي يلا يا قلبي خدي. قمري. يلا حطي لك منوكير. يلا هاتي ايدك. ماشي. عايزه تحطي منوكير؟ لا يا اخي. مش عايزه تحطي؟ حط منوكير عشان انا معسري. وانت عايز لوز؟ انت حطي ما تحطش مانيكير، اهم حاجه ما تحطش مانيكير عشان عيب انك تحطي مانيكير. على الشراب. زي ما هو كده دخليه جوايا كده. طلعي رجليك عاليه هنا كده. بحبكم من قلبي. أمورة قوي. جميل لينا جميل. يا رب يسمع منهم بحق اليوم المبارك ده. قولوا امين. امين يا رب العالمين. امين يا رحمن يا رحيم. اكرمنا يا رب.
عننا اللقمه الحرام، وابعد عننا الذنوب والمعاصي، واحفظ دار زهرة مصر، لان ده زيه زي الجامع، في خير، في رحمه، في جبر خاطر، في انسانيه. لازم نراعي ربنا في عملنا ونحافظ على المكان ده، لانه بيتعمل فيه عمل خيري، ما ينفعش يتعمل فيه اي حاجه غلط نهائي نهائي. لكل ذنوب، لان اللسان ده ذنوب، العين ذنوب، بس اهم حاجه ان البني ادم يتعظ، ما يعملش حاجه غلط، مش يقعد يتكلم عن المثاليه والخير وهو يكون وحش، لا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على اعمالنا في السر والعلن. زي ما انتوا عارفين كويس بيني وبينكم في السر ربنا ظهر لي ناس على حياتهم، وانتوا عارفين ده صح. ربنا ظهرهم على حياتهم عندي، وربنا رفع الستاره عنهم وكشف كل حاجه قدام عينيا. ليه ربنا عمل كده؟ علشان ربنا ما بيحبش الخفا، عشان انا ما بعملش حاجه غلط. ايوه، فربنا نور بصيرتي، عشان لازم تبقوا انتوا عارفين ان لو حد فيكم بيعمل حاجه غلط ربنا هيكشفه لا محال. صح، احنا هنهرب نهائي من ستر ربنا، والله العظيم ما هنهرب. ربنا سبحانه وتعالى بيحط ستر علينا، ستاره، الستاره دي بتتحط علينا. لو عملت غلط كبير قوي ربنا بيرفع الستاره دي. فانت ايه اللي بينك وبين ربنا؟ عملت ايه غلط عشان ربنا يرفع الستاره دي من عليك؟ لكن لو انت اخطأت وتبت ولحقت نفسك، تعالي يا جليله لف، تعالي. لو عملت حاجه غلط وتبت ولحقت نفسك، وقت بسيط هتتوب فيه ربنا هيكرمك. رابعه العدويه، ما انتوا عارفين كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل اخطاء كبيره جدا جدا جدا، وبعد كده ربنا عمل ايه؟ تابت واترفعت زي الملاك، وربنا كان معاها ونصرها وماتت، والناس كلها بتدعي لها. والله جسمي اشعر وانا بحكي لكم بجد، والله جسمي اشعر وانا بحكي لكم بجد. ده ذنوب، بس اهم حاجه ان احنا نتوب. لازم نراعي ربنا في عملنا، عشان بنخدم ملايكه هنا. دي ملاك، بصوا دي انسانه ملاك، ما ينفعش اي حد يستغلها لاي شيء خطا، عشان ربنا يحاسبنا. الناس دي ملايكه، الناس دي ملايكه قسما بالله. كل واحده فيكم بتخدم الناس دي، بالرغم انكم بتاخدوا اجر فلوس، بس بتراعوا ربنا في عملكم، اقسم بالله تدخلوا الجنه من اوسع الابواب، اقسم بالله تدخلوا الجنه من اوسع الابواب، والله العظيم. وكل الصحفيين اللي بيجوا يصوروا معانا هنا، كل الناس اللي بتدخل دار زهرة مصر عشان تظهر العمل الخيري بما يرضي الله، مش شو. ولا احنا لازم كمان على الشو، احنا ممكن نعمل شو كتير ومعروف الشو ازاي، لكن احنا بنعمل حاجه بنتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى. انا يعني موضوع ان انا عايز اعمل اوبن بوفيه ده ليه؟ انا عايز اعمل اوبن بوفيه ده ليه؟ انا مش كنت ممكن ان انا اقول انا اعمل اوبن بوفيه ده في بيتي واكل واشرب زي ما انا عايزه، صح ولا ايه؟ صح وبراحتي. لكن انا لازم اعمل للناس دي كده، لازم الناس دي تعيش حياه كريمه، لازم تاكل احلى اكل وتلبس احلى لبس. في ناس كتير بتقول لي في الكومنتات كلام سخيف قوي مش حابه اسمعه. انت ايه ده كل يوم تلبسيهم لبس حلو وكل يوم اشكال والوان؟ الناس دي بتستهلك لبس، انتوا ما بتستهلكوش في حياتكم. الناس دي يوميا معلش عندها بامبرز وبتستحمى وبتلبس كل يوم، غسيل ده بيتغسل، الحاجات ساعات الهدوم بتدوب. انتوا ما تعرفوش حاجه يا جماعه، انتوا قاعدين في بيوتكم، قاعدين ورا كاميرات، ما تعرفوش الواقع اللي هنا داخل دار زهرة مصر. داخل دار زهرة مصر في حقائق ووقائع حقيقيه. احنا عندنا غسالات ما بتقفلش، احنا عندنا حاجات حقيقيه 24 ساعه، اللي بيراعي ربنا في عمله. احنا عندنا بلسم وشامبوات، عندنا جراكن مفضيينها شوله شوله. وانا بقول لكم الكلام ده عشان انا اللي يهمني مصلحه الغلابه، دي اهم حاجه. عايزه شغل على اعلى مستوى، ايوه بتعرف